واخيرا يا قلب اخوك جايلك النهارده بنسخه هتشغل عليها رقمك لو محظور معدل بدون اي مشكله خالص وبدون كمان ربط حساب. تمام، يعني مش هتربط الحساب يا قلب اخوك كالعاده. حل نهائي لمشكله لا بدء من استخدام تطبيق واتساب الرسمي لتسجيل الدخول. التحديث الجديد نسخه دمار بمعنى الكلمه، هتكتسح حرفيا المجال زي ما حضرتك شايف في الصوره المصغره كده يا قلب اخوك. تمام، ازاي هتشغل النسخه دي وازاي هتتعامل عليها؟ لازم طبعا تكمل الفيديو بتاع النهارده للنهايه. اثبت نفسك باللايك بتاعك الجميل ويلا بينا على الشرح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جاي لكم النهارده يا اخواتي بنسخه جمدان بمعنى الكلمه، ان شاء الله باذن الله هتشتغل عندك على الرقم بتاعك لو محظور معدل. تمام، بدون اي مشكله خالص وبدون ربط حساب. تمام، بس في شويه مشاكل ممكن تقابلك في النسخه دي. تمام، لو ما كملتش الفيديو بتاع النهارده للنهايه. تمام كده، انا يعني كعاده مندو الحاكم ما بحبش ان انا اضحك على اي حد وبصارحكم طبعا بكل حاجه، وانتوا عارفين كده، المتابعين كلهم بتوعي عارفين الكلام ده. تمام، فبالتالي هعرفك كل حاجه قلب اخوك في الفيديو بتاع النهارده. فالفيديو بتاع النهارده مهم جدا جدا جدا، لازم تكمله للنهايه. تمام كده، تمام قوي. مبدئيا كده قلب اخوك النسخه دي بباسورد. تمام، والباسورد طبعا مكون من 6 ارقام هقوله لك على مرتين 2 بس في الفيديو. تمام، تمام قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه قلب اخوك عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وطبعا تعمل لايك عشان اللايك ده هو اللي بيساعد في انتشار الفيديو. مبدئيا كده قلب اخوك زي ما قلت لك النسخه دي هتشتغل بدون ربط حساب. تمام، مع بعض الناس مش مع كل الناس، علشان برضو تبقى بادئ الفيديو معايا على نور. النسخه دي هتشتغل بدون ربط حساب مع بعض الناس. تمام، طب في ناس دلوقتي هتقول لي احنا مش عارفين يعني ايه ربط حساب. هعرفك يا اسطى يعني ايه ربط حساب، وهعرفك برضو النسخه دي ازاي هتشتغل عندك بدون اي مشكله خالص. طبعا النسخه دي معدله. تمام، وهعرفك ازاي برضو هتنزل ستوري وتستخدم النسخه دي وانت منزل ستوري بدون اي مشكله، وجهات الاتصال طبعا هتكون باينه عندك وكل حاجه بدون اي مشاكل ان شاء الله. تمام، تمام قوي. طبعا دي نسخه عاديه. تمام كده، ودي طبعا النسخه المعدله اللي انا جاي لك بيها النهارده، اللي انت هتلاقيها في قناه التليجرام. قناه التليجرام هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في الوصف بتاع الفيديو. هتخش قناه التليجرام، بعد ما تخش قناه التليجرام يا قلب اخوك هتلاقي النسخه في وشك على طول. تمام، طبعا هتعرف الباسورد في الفيديو بتاع النهارده، هتدخل الباسورد وهتستخدم النسخه عادي خالص معاك بدون اي مشكله. تمام، طب ازاي هنشغل النسخه دي عندنا وازاي هنستخدم النسخه دي بدون اي مشاكل؟ كل الكلام ده هتعرفه في فيديو النهارده. بس مبدئيا كده نشرح مميزات النسخة الأول، وبعد كده هعرفك الكلام المهم كله اللي انت هتحتاجه أكيد يعني. تمام، مبدئيا يا قلب أخوك النسخة دي أقسم بالله شغالة على رقم محظور من المعدل. تمام، أدينا بحلف لك أهوت عشان المصداقية بس. وعندك هنا طبعا المجتمعات أهوت شغالة بدون أي مشكلة. وطبعا يا قلب أخوك عندك لو جيت هنا كده، تمام ثواني، المجموعات اهوت الدردشات زي ما انت شايف كده جمدان بمعنى الكلمه. طب لو جيت كده قلب اخوك عندك اهوت جهات الاتصال ظاهره كلها اهوت بدون اي مشكله خالص. تمام، عند بعض الناس ما بتظهرش خالص جهات الاتصال. تمام، دي حاجه. اما بالنسبه للستوري فهو ما فيهوش اي مشكله خالص. طب ازاي هتستخدم الستوري؟ هعرفك دلوقتي علشان الطريقه مختلفه شويه. تمام، علشان كده قلب اخوك بقول لك الفيديو بتاع النهارده مهم جدا بالنسبه لك. تمام، عندك لو دوست على الثلاث نقط هنا طبعا يا اسطى المميزات بتاعه النسخه اهوت: جدوله الرسائل، رد تلقائي، اعاده تشغيل الواتساب، رساله طبعا برقم غير محفوظ، وعندك هنا ارسال رسائل جماعيه. هنا طبعا مجموعه جديده، عندك هنا الرسائل المميزه بنجمه، وهنا طبعا الاعدادات يا اسطى بتاعه النسخه. طبعا النسخه دي ان شاء الله باذن الله مش هتطلب منك تحديث، النسخه دي اخر اصدار زي ما حضرتك شايف كده. تمام، تمام قوي. طبعا هتدوس كده، هنا طبعا المميزات بتاعه النسخه كامله، مميزات البلاس بمعنى اصح. هنا طبعا الحمايه والخصوصيه بتاعه النسخه، اخفاء اخر ظهور. المهم دي طبعا المميزات بتاعه النسخه. عندك هنا الاضافات طبعا اهوت، اضافه الصور واضافات طبعا المعرض الكلام ده كله. هنا طبعا التحديثات، مستحيل النسخه اصلا تطلب منك تحديث يا قلب اخوك. تمام، وعندك هنا اللي هو السمات بتاعه النسخه، اللي هو تحميل سمات من المتجر بتاع السمات نفسه، وعندك هنا تحميل سمات من الملف عندك. وهنا طبعا حفظ السيم، استعاده سيم، اعاده الضبط، حذف جميع السمات المخزنه. دي طبعا المميزات اللي احنا متعودين عليها. وعندك هنا اعدادات والتصميم والكلام ده كله، اللي هو الالوان بتاعه النسخه قلب اخوك. عندك هنا الستايل والشكل بتاع النسخه برضو، تغيير نوع الخط لو انت عايز تغيره. هنا طبعا تغيير ايقونه التطبيق. تمام، وعندك هنا تغيير ايقونه الاشعارات، وهنا طبعا النسخ الاحتياطي والاستعاده. وعندك هنا الاعدادات كامله بتاعه النسخه.
وهنا طبعا لو انت عايز ترسل الصور والفيديوهات طبعا بوضوح عالي بتفعل طبعا اخر اتنين دول. وهنا طبعا زيادة حد تحويل الرسائل الى 250 شخص. تمام. وهنا طبعا يا قلب اخوك لو عايز النسخة طبعا باللغة الانجليزية بتفعل الزرار ده. تمام. النسخة بتقلب معاك كلها انجليزي. تمام كده يا اسطى. تمام قوي. وعندك هنا بقى اللي هو الشاشة الرئيسية بتاعت النسخة اهوت. وعندك هنا يا اسطى اللي هو شاشة المحادثة وشارك الواتساب. تمام. لاي حد طبعا عندك والكلام ده كله. تمام. دي طبعا يا اسطى مميزات النسخه باختصار. هتيجي دلوقتي لمشكله الاستوري. تمام. طب دلوقتي لو جينا كده شفنا الاستوري هتلاقي النسخه اهوت انا منزل عليها استوري بدون اي مشكله خالص. تمام. وفيها طبعا تنزيل الاستوري اهوت. لو انا مثلا دخلت على الاستوري اهوت فيها سيرة الاستوري بمعنى اصح لو ركزت تحت كده. تمام. وحفظ الاستوري برضو موجود اهوت. تمام. طبعا دلوقتي انا مش منزل الاستوري من النسخه دي. تمام. انا مش منزل الاستوري من النسخه دي. لو جيت ضغطت هنا علشان انزل استوري ركز معايا كده زي ما انتوا عارفين. ثواني يا اسطى. لو جيت ضغطت هنا هتلاقي اهوت لا يتوفر امكانيات لاضافه حالتك لهذا الجهاز والكلام ده كله. تمام. طب لو جيت دخلت على الاستوري كده وجيت دخلت هنا وجيت دخلت على المعرض. تمام. طبعا من غير ما تخش على المعرض عندك هنا اهوت مثلا لو جيت كده جيت دخلت اهوت برضو مش هتعرف ان انت تنزل ستوري زي ما حضرتك شايف كده. طب ايه حل الحوار ده؟ انت طبعا يا اسطى هتشغل النسخه دي عن طريق رابط الحساب طبعا لو ما اشتغلتش عندك. تمام. عن طريق رابط الحساب لو ما اشتغلتش عندك ماشي من غير رابط حساب. تمام. لو ما اشتغلتش من غير رابط حساب خالص ايه طبعا هتربط الحساب. طب ازاي هتربط الحساب؟ هتيجي يا اسطى كده على قناتي. تمام. عشان بس تفهم الدنيا ماشيه ازاي هتيجي كده على قناتي قلب اخوك زي ما انت شايف كده. تمام. ركز معايا بس علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي والنسخه تشتغل عندك بدون اي مشكله خالص. تمام. عشان ما تقوليش النسخه جابت مشاكل عندي. تمام. دي طبعا يا اسطى قناتي. هتخش على الفيديو ده باختصار كده. هتخش على الفيديو ده. تمام. الفيديو ده يا قلب اخوك اول ما تخش عليه هيجيب لك المفيد كله ازاي تربط الحساب بتاعك بدون اي مشكله وازاي تظهر الاستوري والكلام ده كله بدون اي مشكله هتعرفه اول ما تسمع الفيديو ده. تمام. تمام قوي. المهم دلوقتي يا قلب اخوك بعد ما تربط الحساب بعد خلاص ما تشغل النسخه الرسميه. تمام. والنسخه طبعا المعدله معاك هتبقى شغاله. يعني انت هتربط الحساب اصلا عن طريق الايه النسخه الرسميه. تمام. بعد كده هتخش على النسخه الرسميه دي طبعا النسخه الرسميه ونفس الرقم عشان تكون انت فاهم برضو الاعدادات اهوت. تمام. عندك اهوت يا اسطى نفس الرقم اهوت اخره 70. تمام كده. تمام قوي. لو جينا مثلا على النسخه كده المعدله هعرفك دلوقتي اللي هو نفس الرقم. النسخه لو طولت معاك يا اسطى في الدخول كده ما تقلقش خالص. ده بسبب الاندرويد بتاع التليفون بس. علشان كده بقول لك يا قلب اخوك الاندرويد بتاع التليفون. تمام. لو ضعيف مثلا او عالي قوي ممكن النسخه ما تشتغلش عندك بدون رابط حساب. تمام. عندك لو دخلت كده يا اسطى عندك اهوت نفس الرقم اهوت برضو اخره 70 015 اخره 70. تمام. تمام قوي. دلوقتي عايزين نعرف قصه الاستوري بقى ايه باختصار كده. عندك اهوت يا اسطى لو جينا دخلنا كده على المسجات وجينا دخلنا على الحاله هتلاقي النسخه اهوت نفس القصه قلب اخوك نفس الحاله اهوت اللي انا منزلها كده. انت طبعا المفروض تكون عرفت انا منزل الحاله ازاي. تمام. مبدئيا يا اسطى اول رقمين في الباسورد اول 4 ارقام قصدي 2005. تمام. اول 4 ارقام 2005. عندك اهوت يا اسطى انا منزل الاستوري اصلا من النسخه العاديه خالص. تمام. طب لو جينا نزلنا استوري تاني كده زي ما انت شايف كده قلب اخوك وعملنا ارسال اهوت. ثواني كده نزلت استوري تاني اهوت. طب لو جيت كده يا اسطى على النسخه المعدله جيت اهوت عشان برضه افهمك الدنيا ماشيه ازاي واوصلك المعلومه صح. تمام. لو جيت على الحاله كده هتلاقي برضه اهوت يا اسطى الاستوري نزل بدون اي مشكله. يبقى انا كده حليت لك يا قلب اخوك قصه الاستوري ديت خالص. تمام. عن طريق طبعا ربط الحساب. انت الحل الوحيد ليك يا اسطى علشان تفيد نفسك في القصه دي كلها تربط الحساب. تمام. صراحه ربنا حتى لو اشتغلت عندك اساسا بدون ربط حساب يعني انا رجح لك قصه ربط الحساب ديت علشان قصه الاستوري ديت بمعنى اصح يعني. تمام. تمام قوي. يعني بمعنى صح هتنزل الاستوري من النسخه العاديه وهتستخدم النسخه المعدله بدون اي مشكله خالص. تمام. تمام قوي. بس كده قلب اخوك ويا رب تكون استفدت من الفيديو بتاع النهارده. دلوقتي يا قلب اخوك اخر رقمين في الباسورد
80. تمام. الاربع ارقام طبعا انا قلتهم ورا، لو انت طبعا ما سمعتهمش يا قلب اخوك لازم تسمعهم علشان تفك الضغط بتاع النسخه بدون اي مشكله خالص. بس كده يا اخواتي، ويكون الشرح النهارده خلص بدون اي مشكله. تمام. ويا رب تكونوا استفدتم من الفيديو بتاع النهارده. واي شرح يا اخواتي عايزينه تمام اكتبوه تحت في الكومنتات. ولو انت استفدت يا اسطى من الفيديو بتاع النهارده والنسخه بتاعت النهارده عجبتك، يا ريت طبعا تكتب لي في الكومنتات. تمام. ولو في اي ملحوظه يا اسطى في الشرح بتاعي، في اي ملحوظه طبعا في الفيديو بتاع النهارده، يا ريت برضو الكلام ده كله تكتبه في الكومنتات وانا هرد على الكل اكيد يعني. تمام. وبس كده قلب اخوك، لو وصلت معايا لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك على الفيديو لو لسه ما عملتش. تمام. وانتظروا الجديد شديد ان شاء الله باذن الله مع مندو الحاكم. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.